بالنسبه للمسلسلات انا بحب انتهز الفرصه دي عشان برضه نقول انه الحمد لله MBC مصر هي الاصل. احنا الوحيدين، الشاشه الوحيده اللي عندها MBC مصر 1 و2، اللي مسلسلاتنا حصري مش هتشوفها في اي حته ثانيه. قنوات عبر كل المسلسلات في كل حته، ما كانش في قناه مفتوحه هتلاقيها في OSN، هتلاقيها في RT، مفيش حد عنده المسلسلات. احنا مسلسلاتنا مش موجوده غير على MBC مصر، سواء 1 أو 2. ازاي؟ احنا بنستهدف انه احنا كلنا بنشتغل عند الجمهور، بنستهدف امتاعه وارضائه. احنا للسنه الرابعه على التوالي عندنا الحمد لله معانا الزعيم عادل امام، ملك الكوميديا في العالم العربي، في مسلسل كوميدي من تأليف الاستاذ يوسف معاطي واخراج الاستاذ وائل حسام. الكوميديا عندنا عشان نقول ان احنا شاشه الكوميديا، لو احنا عنوان الكوميديا في الشاشه، احنا برضه في الشاشات المصريه. رامز بيكمل الكوميديا دي. حاولنا يبقى معانا نجم من نجوم الشباب المعروفين، فمعانا الاستاذ احمد السقا، مسلسل لتاني مرة تجربة درامية، مسلسل إثارة وأكشن وحركة. بالنسبة للأستاذ مصطفى شعبان، اتعرف بمسلسلاته الاجتماعية اللي ليها بتخاطب شريحة معينة من الجمهور اللي ما ينفعش نسيبهم. المسلسل ولي العهد ده خدناه علشان أولا تجربة جديدة للفنان الجميل، أول مرة يمثل دراما الأستاذ حمادة هلال. تاني مرة حضرتك أدرى مني. وبعدين احنا التركيبة اللي ورا الكاميرا تركيبة نجحت قبل كده في أعمال كتيرة جدا، يعني الأستاذ محمد نوعي من أول الحاج متولي، العار، البطنية، كل الأعمال ما شاء الله عليه ما عندوش عمل فشل. الكاتب الأستاذ أحمد أبو زيد، هما اشتركوا مع بعض قبل كده في أكتر من عمل، هو عنده برضه مجموعة أعمال ناجحة. فالتركيبة وبقية التركيبة اللي جنب الأستاذ حمادة هلال، الفنانة لوسي، الفنانة علا غانم، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تركيبة معينة يعني عاملة برضه بتخاطب فئة معينة من الجمهور والستات اللي احنا برضه بنحب ان احنا العمل اللي بعد كده ألف ليلة وليلة. انا بدعوكم ان انتوا هتشوفوا تكنولوجي ما حصلتش قبل كده في العالم العربي. نفس التيم، الجرافيك تيم والارت تيم اللي عامل ألف ليلة وليلة هو نفسهم اللي عاملين هاري بوتر وايرون مان 3 وهوبت. فانا بدعوكم تتفرجوا وتشوفوا حاجه ما حصلتش قبل كده على الشاشات العربيه. طبعا جنب التكنولوجي معانا نجوم كبار زي النجم شريف منير، آسر ياسين، مع حفظ الألقاب أمير كرارة، والنجمة الجميلة جدا نيكول سابا. فالعمل بيجمع بين الحاجتين، بين التكنولوجي الجامدة جدا وتيم ورك أجنبي بروفيشنال، عمل أعمال عالمية تنافست على في البوكس اوفيس زي ما بيقولوا في أوروبا وفي أمريكا، وبالإضافة ل الفنانين الجمال اللي أنا قلت أسمائهم. وبعدين معانا الكرتون علشان الأطفال والكبار. الحقيقة السلسلة اللي ابتداها من 4 سنين الأستاذ يحيى الفخراني، السنة دي عن قصص الآيات في القرآن.